الآن السياسيون يستخدمون سياسة النفاق والدجل، سياسة الخداع، خداع البسطاء. نراهم يتصارعون فيما بينهم على مصالحهم وعلى التحكم في زمام الأمور والتصرف بأموال العامة. نرى الصراعات والتناطحات والتناحرات، ولكن الضحية هو الشعب العراقي. نعم، الضحية هو الشعب العراقي، ولكن في المقابل لا نرى وسائل الإعلام تنقل ما يجري في العراق من سيل للدماء وزهق للأرواح. فقد أغمضت عينيها هذه الوسائل وصمت أفواهها، فلا نرى لها صوتا ولا نرى لها تغطية عما يجري من سياسي اليوم الذين تحكموا على مقدرات ومصير الشعب العراقي.